بيبرس أكاديمي هنتعلم حاجة جديدة النهاردة، يلا بينا. ثلاث أنشطة مهمين جدا والكل بيتلخبط بينهم، هنتعرف عليهم النهاردة في الفيديو ده، وهنخليك في آخر الفيديو هتعرف كل واحد بيتكلم عن ايه. اللوجستيات وسلاسل الإمداد والمشتريات. قلنا ناس كتير بتتلخبط بين اللوجستيات وسلاسل الإمداد والمشتريات، حتى اللي في المجال نفسه ساعات بيسأل أنا تبع مين فيهم ويفضل دايما محتار. خليني أبسطها لك. أول حاجة نتكلم عن دور كل مجال فيهم باختصار. اللوجستيات مسؤولة عن توصيل الأوردر للعميل في الوقت الصح، من أول النقل للتخزين للتوزيع، يعني بتدي الشغلانة آخر لمسة. طيب سلاسل الإمداد بتمسك الخيوط كلها، بتخطط وتنسق وتتابع عشان المنتج يوصل في الوقت والمكان المظبوط. طيب المشتريات بتشتري الخامات، تتفاوض مع الموردين، وبتحاول تحقق المعادلة الصعبة، أفضل جودة وأفضل سعر. تاني حاجة عندنا وهي رأيهم في المخزون. اللوجستيات المخزون ده فين ونحركه امتى. طيب بالنسبة لسلاسل الإمداد نشتري قد إيه ونخزن فين وبكام. مشتريات بقى بتقول لك فين المورد اللي هيجيب لي الخامة دي النهاردة. تالت حاجة دورهم في تخطيط العمليات. اللوجستيات تقول لك تقدر توصل ولا لأ، وأوقات الشحن والتحديات المحتملة. سلاسل الإمداد بتجمع الفريق كله عشان تشتغل على خطة موحدة، إنما المشتريات بتحاول تجيب اللي محتاجينه من غير ما الأسعار تضرب في السماء. مشاكلهم اليومية إيه؟ زحمة الطرق، أسعار البنزين، ومفيش سواقين كفاية. سلاسل الإمداد تغيير الطلب باستمرار، مشاكل في التوريد وإدارة المخزون. المشتريات المورد اللي فجأة غير السعر أو الخامة اللي اختفت من السوق. التكنولوجيا اللي بيستخدموها في كل مجال إيه؟ أنظمة إدارة النقل TMS، وإدارة المستودعات WMS، أنظمة ERP، والتخطيط المتقدم ABS، أدوات تحليل إنفاق زي كوبا، وأنظمة الشراء الإلكتروني زي بروكيومنت إكسبريس. بيقيموا نفسهم إزاي في KPIs؟ نسبة التسليم في الميعاد، وتكلفة النقل لكل وحدة، التسليم في الوقت المحدد بالكامل، ونسبة توفر المخزون، التوفير في التكاليف والتنوع في الموردين. المهم بقى يا صديقي، لازم تبقى عارف إن الخلاصة نجاح أي شركة بيبدأ لما كل قسم من دول يعرف دوره كويس ويكمل التاني، مش يلومه. المشكلة مش في مين أهم، المشكلة في إننا كلنا في مركب واحدة. أنت بقى في أنهي مجال فيهم؟ وبس كده.